فنانين كانت نهايتهم على يد السحرة والمشعوذين. المطربة مها صبري نصحها أحد الدجالين بشرب الزئبق الأحمر للمحافظة على شبابها وجمالها، وفعلا سمعت كلامه وبدأت تتناول الزئبق الذي جلبه لها الدجال، فتدمرت أعصابها وخلايا الكبد تماما ودخلت في غيبوبة الكبد حتى توفيت يوم 16 ديسمبر 1989. الفنانة نجلاء بدر أعلنت أنها عانت من السحر لمدة 15 عاما. قالت إنها لم تكن تؤمن بشيء اسمه أعمال سحرية وكانت تعتبرها خرافات، لكن العمل السحري ظل معها 15 عاما وكانت ترى كوابيس في أحلامها. الفنانة مديحة كامل أصيبت بنزيف حاد استمر 10 سنوات، ولم يتمكن أي طبيب من تشخيص حالتها رغم زيارتها للأطباء في مصر وأمريكا وإنجلترا. وجدت تحت سريرها ورقة مخبأة مليئة بالطلاسم والألغاز، كان مكتوبا فيها: يا مديحة يا بنت كامل، يسري الدم فيك كما يسري الماء الجار. المطربة المغربية إيمان تسونامي تعرضت للتسمم ونقلت إلى مصحة خاصة في الدار البيضاء، وتوفيت إيمان تسونامي يوم 17 أكتوبر 2023 بسبب التوكل، وهو كل ما يتم دسه للإنسان في الأكل والشرب من مواد سامة. الفنانة شيرين عبد الوهاب وجدت سرة معلقة، عندما فتحتها وجدت بداخلها رمل أبيض وبداخله مفتاح. أوضحت أن البودرة كانت قادمة من المقابر، والمفتاح بداخلها يستخدم لقفل كل شيء في حياة الشخص والتفريق بين الزوجين.